العام اللي فات كنت لونسيت واحد التحدي ديال تعلم الماركتينغ والكوبي رايتين لمده شهر اللي سميتو اد بوست تشالنج. الصدمه هو لا الجروب الاول لا الجروب الثاني حققوا واحد النجاح ساحق اللي انا شخصيا صدمني. تخيلوا معايا ابتداء من الحصص الاولى كلشي تبدلت ليه العقليه ديال الخدمه، ولاو كيفكروا كماركترز وكيكتبوا ككوبي رايترز. راه النصوص الاعلانيه اللي كانوا كيكتبوا في الاول مقارنه فاش بدينا الفورماسيون راه واحد الفرق اللي شاسع، لا من ناحيه تنظيم الافكار، لا من ناحيه اختيار الزوايا الاعلانيه، لا من ناحيه الاقناع. راه داك الشيء بزاف. وهادو كانوا بعض من اراء المجموعه الاولى والثانيه في تحدي اد بوست تشالنج. السلام عليكم. غادي نعطي الرأي الخاص ديالي في الدورة ديال الماركتينغ والكوبي رايتين اللي دارت سارة. صراحة كانت واحد الدورة اللي فيها بزاف ديال المعلومات. اكثر ديال الناس اللي دايرين اي كوميرس ولا عندهم اي حاجة كتعلق بالاي كوميرس غادي يستافدوا بزاف. انا شخصيا قبل كان كيصحابني صافي راني قضيتها وكانت عندي تجربة فاشلة، وكان كيصحابني واو ما كاع شنو درت. ومن بعد اكتشفت بلي كنت كندير اخطاء اللي لا علاقة. شكرا بزاف اخي ساره. والله الا بارك الله فيك، اقسم بالله العظيم ما تعرفيش شحال ديال الخير كديري فيا والله. حيت انا ديجا بهذا الدومين عرفتي كنت ديجا خسرت الفلوس بزاف والله، وداك الشيء علاش ما كنتش عارف هادشي كامل، كنت غير كنخربق. والله الا بارك الله فيك اخي ساره بزاف، وما شاء الله رد لك هاد الخير بما احسن ان شاء الله يا ربي الا كتبت شي حاجه. شكرا بزاف والله. كنت ديجا كنشري شي فورماسيون ولا شي واحد كنت خديت كاع كوتش كاع، والله ما كيعطيك هاد الخاطر هذا بالطريقه هذه. والله شكرا بزاف، الله يجازيك من فضله يا ربي. شكرا بزاف. وبالمناسبه الفورماسيون ديالك واعره فراسك. بعدا انا نعطيك غير واحد الحاجه اللي فاش كنت كنتعلمها كندير برودكت ريسيرش، وهذا فراسك كان كيسحبني باللي الفوائد هما المزايا اللي خاصهم يتذكروا. هذه ابسط حاجه انا قلتها. كنت عارف الفرق بينهم، كيسحبني هو نفس الشيء. الفورماسيون ديالك زعما الصراحه واعره بارابور البري اللي درتي، راه كتستحق كثر الصراحه. ومن حقك حيت لي زانفورماسيون اللي فيها واعرين. انا دابا باقا متبعها، باقا كنتفرج فيها. شكرا بزاف على الفيديوهات اللي كديرينا، صراحه تعلمت انا بهم بزاف بزاف. وحتى انا كنقول انا في كنت حيتاش المهم درت التمارين، درت 3 ديال السكرينات ديال واحد البرودوي. انا في الاول كان كيصحابني، لا كنت كنقول يعني لا نقلب على التصاور وعلى الفيديوهات اللقطات وعاد سميتو، ولكن بي كديري الاول سكرينات وداك الشيء بحال كتسرح لك الطريق. ما عاد كتبقاي تقولي لا هذه الكلمه خصها هاد التصويره ولا خصها. صراحه شكرا بزاف. فاش تلا التحدي مع الجروب الاول والثاني بداو كيوصلوني هاد النوع ديال لي ميساج في واتساب وفي انستغرام بشكل يومي، وكلشي بدا كيطالبني بالمجموعه الثالثه. وتحت الطلب ديالكم اد بوست تشالنج رجع لكم في النسخه ديالو الثالثه لهذا العام، والتسجيل فيه حاليا مفتوح، ولكن عدد المقاعد محدوده. على داكشي الا كنتي باغي تولي ماركتر وتولي قادر في قل من شهر انك تبيع اي حاجه لاي واحد باي ثمن بغيتي، هاد التحدي صالح ليك. سواء كنتي اونتربرونور باغي تروج للمشروع ديالك، سواء كنتي داير دروب شيبين، سواء كنتي داير الاي كوميرس، سواء كنتي داير الافيليت او لا بادي براند وباغي تكبرها، هاد التحدي صالح ليك. شنو غادي تتعلم في هاد التحدي؟ التحدي غادي يعلمك كيفاش تولي تخدم منظم، تركز على الكاليتي، تولي تفكر كماركتر وتكتب ككوبي رايتر، واهم حاجه دير حملات اعلانيه دو ا زد اللي قادره تقنع الزبون المحتمل باش يقول لك هاك فلوسي بغيت البرودوي. اول حصه في الفورماسيون ان شاء الله غادي تكون في 15 شهر 3 لمده شهر، 2 حصص كل سيمانه، ساعتين في كل حصه عن طريق الزوم. وبيان سور غادي نكون حاضره معكم شخصيا، وكل حصه غادي نبقى نريكورديها باش نعاود نصيفطها لكم في الجروب باش تفرجوا ليها بامال دو فوا، وباش حتى الناس مثلا اللي ما صلح ليهمش يحضروا في جميع الحصص بسبب شي ظرف اي مكان، غادي تكون الحصه ديالهم مسجله وما غادي يفوت عليه حتى حاجه. وبيان سور اي حاجه كنشوفوها في كل حصه كنديروا ليها التطبيق، كتمشي كتطبق داكشي على البرودوي ديالك وكتصيفط ليا التطبيق في الخاص وكنشوفو معاك شخصيا، باش هكايا كتقدر تفادى الاغلاط ديالك، وباش ما كتجي تسالي الفورماسيون حتى كتكون درتي التطبيق لكل شيء وليتي عارف الخدمه كيفاش خاصها تكون. وبيان سور الجروب ما كيكونش فقط مبني على اساس انا فورماتور ونتايا تلميذ، لا الفورماسيون كتكون بحال شكل عائله، واحد كيعاون الاخر، وكيكون عندك المجال ديال
تسول اي سؤال بغيتي، ولا ما فهمتيش شي حاجه كتسول وكنشرح لك كلشي باش كلشي يكون واضح. دابا غادي تقول لي شنو غادي نتعلم في 4 ديال الاسابيع. الاسبوع الاول غادي يكون خاص بالماركت ريسيرش اللي هي دراسه السوق. دراسه السوق كيكونوا داخلين فيها 3 ديال العناصر كبار. كنشوفوا كيفاش خاصك تدرس المنتج ديالك بطريقه صحيحه، شنو الاسئله اللي خاصك تجاوب عليهم، شنو هما لي سيت المواقع اللي تجمع منهم الداتا، شنو هي الانواع ديال الداتا اللي تجمع. كذلك ومثال كنشوفوا كيفاش تقدر تجسس على المنافسين ديالك، وشنو النوع ديال الداتا اللي خاصك تجمع باش تولي احسن من المنافسين، لا من ناحيه لي زوفر، لا من ناحيه المحتوى الاعلاني، لا من ناحيه الاقناع الى اخره. وكنشوفوا كذلك ومثال كيفاش تدرس الجمهور المستهدف وفين تجسس عليهم وكيفاش تفهمهم اكثر من راسهم، وشنو الداتا والاسئله اللي خاصك تجاوب عليهم. وهاد الداتا كامله بيان سور كنعلمكم كيفاش تستغلوها لصالحكم باش تخرجوا منها محتوى اعلاني اللي قادر يجر الانتباه ديال الكليان ويقنعوا باش يشري البرودوي من عندك ماشي من عند واحد اخر. في الاسبوع الثاني غادي يشارك معاك اسرار الكوبي رايترز في انشاء مختلف الحملات الاعلانيه بالطريقه الصحيحه اللي كتحترم جميع المعايير. غادي تعرف شنو هو الكوبي رايتين وشنو هي الاهميه ديالو في التجاره والبيع. غادي تعرف شنو هما المكونات ديال الفيديو الاعلاني، شنو هو الهوك والانواع ديالو، كيفاش دير واحد الهوك اللي قادر يجر الانتباه ويطلع الفضول عند الزبائن المحتملين باش يبغيو يعرفوا اكثر على البرودوي ديالك. غادي يشارك معاك شنو هما الزوايا الاعلانيه اللي كاينين وكيفاش تقدر تخرج الزوايا الاعلانيه اللي صالحين للبرودوي ديالك او السيرفيس ديالك. وبيان سور غادي نبارطاجي معاك المحفزات النفسيه اللي ضروري خاصك تعرفوهم وتطبقوهم في السكريبت ديالك او لا في المحتوى ديال صفحه الهبوط باش تقدر تقنع اللاوعي ديال الزبون المحتمل باش يختارك نتايا بالضبط بدل المنافسين. وفي الاسبوع الثالث غادي نشرح لك شنو الفرق بين النص الاعلاني الفاشل والنص الاعلاني الناجح، وشنو الشروط والمعايير اللي خاص يحترمهم باش تقدر تبيع. غادي نعلمك بيان سور كيفاش تقدر تكتب سكريبت الفيديو الاعلاني بثلاثه ديال الطرق مختلفين. وبيان سور غادي نوريك الفرق بين لي سكريبت ديال لي فيديو والاد كوبي اللي كتكون مرافقه للفيديو، والنص الاعلاني اللي كيكون مرافق للصوره الا كنتي باغي تخدم بصوره مع اد كوبي. وبيان سور غادي نبارطاجي معاك فيديوهات من اعمالي الخاصه باش هكا نقرب لك الصوره وتشوف التطبيق بعينيك وتشوف النوع ديال الفيديوهات اللي كيخدموا واللي كيجيبوا ريزولطا زوينه. وهذا الشيء كامل بيان سور كدير ليه التطبيق على البرودوي ديالك او لا سيرفيس، وكتصيفط لي سكريبت اللي كتبتي بداك الطرق اللي شاركت معاك واللي شرحت لك باش كنصحهم معاك وكنشوفك واش فهمتي الكونسيبت او لا باقي. وفي الاسبوع الرابع والاخير غادي تكون خاصه باللاندين بيج. غادي نشرح لك المكونات ديال اللاندين بيج اللي ضروري خاص يتوفروا فيها باش المحتوى ديال اللاندين بيج يكون مقنع ويبين لا فالور ديال البرودكت ديالك. غادي نشرح لك كل مكون كيفاش خاصك تخدمه وشنو المعايير اللي خاص تاخذهم اون كونسيديراسيون وانت كتخدم كل مكون بوحدو. غادي نشوفوا الاهميه ديال الهيدلاين وكيفاش خاصك تكتبوا بزاف ديال الطرق وبزاف ديال لي فورمولا اللي غادي نبارطاجيهم معاك. وبيان سور غادي نوريك نماذج من اعمالي الخاصه بخصوص صفحات الهبوط باش هكايا تقدر تشوف الصوره الكامله كيفاش كيكون المحتوى ديال لاندين بيج وداكشي اللي شرحت لك كيفاش كنطبقوه في لاندين بيج وحتى الديزاين ديالها كيفاش كيكون. تخيل معايا غادي نعلمك هادشي كامل واكثر في مده شهر، وعاد الا تسجلتي دابا في هذه اللحظه غادي تستافد من 3 ديال الهدايا مجانيه. الهديه الاولى عباره على حصه مجانيه اللي كتكون في الاخر ديال الفورماسيون، وهذه الحصه كتكون خاصه بالبحث عن المنتج. يعني غادي نشارك معك الطريقه ديالي الخاصه في البحث عن المنتجات. غادي نوريك شنو هي العقليه اللي خاص تكون عندك وانت كتقلب على لي برودوي، شنو المعايير والشروط اللي خاص يتوفروا في البرودوي ديالك باش انه يستاهل تيست. غادي نوريك شنو الفلتر اللي كدوز منه البرودوي ديالك، شنو هما لي سيت اللي تقلب فيهم، شنو لا ميثود اللي تقلب في كل سيت. وغادي نشارك معاك 3 ديال الطرق مختلفين تقلاب على لي برودوي. والهديه الثانيه غادي تكون عباره على قائمه ديال الاسئله اللي ضروري خاصها تكون قدامك فاش تكون خدام على شي برودوي باش هكايا فاش تدرس المنتج تعرف شنو الاسئله اللي تجاوب عليهم، فاش تدرس المنافسين تعرف الاسئله اللي تجاوب عليهم، وكذلك مثال فاش تكون كتدرس الجمهور ديالك تعرف الاسئله اللي تجاوب عليهم والداتا اللي خاصك تجمع. مازال ما ساليناش من الهدايا، غادي نبارطاجي معاك الكتب اللي خاصك تقراهم باش تطور راسك في الكوبي رايتين، في الماركتينغ،
روتين وباش تخدم على المايند سيت ديالك. والهديه الرابعه والاخيره اللي هي عباره على فيديوهات اعلانيه وصفحات الهبوط من اعمالي الخاصه اللي غادي نبارطاجيهم معك بيان سور، باش هكايا تشوف بعينيك شنو النوع ديال الخدمه اللي كتحقق نتائج زوينه بزاف واللي حتى انت ممكن انك تطبقهم ودير بحال داك النوع ديال الخدمه. تخيل معايا هذا الشيء كامل لمده شهر وانا حاضره معك كنعلمك وكنوجهك فقط ب1000 درهم. هاد الفورماسيون درتها لشحال من واحد ب 3000 3500، ولكن انت حاليا غادي تستافد منها فقط ب1000 درهم وبهاد الهدايا كاملين. خاصك تعرف واحد الحاجه، 1000 درهم حرفيا ما غادي تعوض لي حتى الربع من وقتي والمجهود اللي غادي نحطو معاك والكميه ديال المعلومه اللي غنبارطاجي معاك. هاد الفورماسيون ماشي ديما كتكون، حيت صراحه متعبه ليا بزاف. على داكشي مع التسجيل مفتوح حاليا دابا والفرصه بين يديك بهاد الثمن وبهاد العروض اللي ما غتلقاهم في حتى بلاصه. دخل وشد بلاصتك حيت عدد المقاعد محدود. دونك الا كنتي باغي تعرف معلومات اكثر على الفورماسيون شنو غادي يكون فيها، انا غادي نخلي لك الرابط لتحت في الديسكريبشن. وبيان سور الا كنتي باغي تشد بلاصتك مع الجروب الثالث ديال اد بوست تشالنج، تواصل معايا في واتساب اللي غادي نخليه ليك لتحت في اول كومونتير. ومن غير هذا الشيء نتلاقاو في اول حصه ديال اد بوست تشالنج 15/3.